طبعا ما نقدرش نفوت البدايه الجميله بتاعتنا دي. شايفين الجمال؟ عندنا الحلويات دي بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. لسه شايفهم من شويه. بصوا ضعيف شويه بس هما بياكلوه، طالما بياكلوه مش هقدر اعمل حاجه. طبعا عادتنا الجميله اللي متعودين عليها اللي ما نقدرش نبطلها. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيديو جديد ويوم جديد عند الحمام، هنشوف ايه الدنيا ونشوف ايه الجديد، وان شاء الله الفيديو يعجبكم جميعا. وقبل اي حاجه عايزك تعمل لي لايك جميل وتعمل شير للفيديو وتخش تعمل لي متابعه لو مش متابعين عشان يوصلك كل جديد. اليوتيوب شكله زعلان مننا بعد ما كان عندنا محتوى والدنيا كانت زي الفل تمام معانا. الحمد لله وصلنا لحد 1100 متابع، قربنا نوصل لل100 عموما في اقل من 40 يوم بالظبط، وده كان رقم جميل حققنا فيه رقم حلو. وبس كمني قعدت اسبوع غبت عن الحمام عشان كنت يعني اخلص ورق شغلي وكده. انا زي ما قلت لكم ان انا شغال مهندس في شركه دلوقتي، فقعدت فتره طبعا مقصر في الفيديوهات وكده، فاليوتيوب تقريبا غضب علينا زي ما انتم فاهمين، فبطل يعرض فيديوهاتنا للناس. فعايز كل الناس اللي متابعانا حبايبنا يخشوا يعملوا لنا لايك للفيديو ده بحيث انه يوصل لاكبر عدد ناس، اكبر عدد من الناس. وفي نفس الوقت اللي مش متابعنا يدخل يتابعنا ويعجبوا الفيديوهات بتاعتنا ان شاء الله. ويلا خلينا نبدا الفيديو بتاعنا. بسم الله. طبعا ما نقدرش نفوت البدايه الجميله بتاعتنا دي. شايفين الجمال؟ عسل بتاعتنا دي طبعا بيضه، والبيض بتاعها ويسه قدامها شويه، يعني مثلا سكه 3 ايام ولا 4 عشان تطلع. يلا الحمد لله. ديت مرات الذكر المراسة على جمعيه، هي انتهى بسم الله ما شاء الله، فيها حنيه جميله والذكر بتاعها هوريلكم دلوقتي. يلا خلينا نتابع. عندنا تاني حاجه هنا الحمد لله القص الاسترالي باض بسم الله ما شاء الله. جابوا الاولى ان شاء الله باذن الله يجيبوا التانية بكره لان هم جابوا دي امبارح. بعد كده بقى عندنا الحلويات دي بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. لسه شايفهم من شويه لما طلعت اكلف للحمام. طلع النهارده الحمام زي ما انتم شايفين الله اكبر، لسه طالع طازه. وعندنا هنا حاجه غريبه هتشوفوها دلوقتي ما تستغربوش، استنوا. شايفين؟ مش عارف النتايه كانت معذوره فيها ولا ايه دي؟ ايه ده؟ طب بالله عليكم ايه دي؟ اعمل بيها ايه دي؟ حد يقول لي اعمل بيها ايه دي؟ بس بصراحه انا عاذرها لان هي اول مره تبيض وما شلتهاش من تحتيها، سايبها ترد عليها عشان ترتاح، وان شاء الله المره الجايه تبيض لنا بيض كويس. تمام. طبعا زي ما انتم عارفين هنا ايه القص التاني النتايه اللي هي اللي تعبانه اللي هي كبيره في السن دي، وبيضه البيضتين دول والاتنين فاضيين، وانا عارف ان هم فاضيين اصلا، شايفين صغيرين ازاي، والاتنين فاضيين بس انا سايبهم لان انا مش عايز ابيض تاني، مش عايز اتعبها. انا سايبها وسط الحمام كده لحد ما تموت براحتها. هي اصلا كبيره النتايه دي عندي بقالها فتره اكتر من 5 سنين او 6 سنين، لا من زمان مش فاكر من امتى بس من زمان. بس ما علينا خلينا نكمل. ده القص العبسي، دي الزغلول العبسي وده الزغلول البلدي. هما بصوا ضعيف شويه بس هما بياكلوه، طالما بياكلوه مش هقدر اعمل حاجه. يعني انا كنت بساعده زي الفيديو شورتز اللي انتوا شفتوه، ساعدته بالبيض بصفار البيض وجاب معاه نتيجه ما ماتش. انا قلت هيموت جاب معاه نتيجه ما ماتش. بس ده ابنهم طبعا اكبر منه، فاحنا هنسيبه معاهم ان شاء الله ما يموتش يعني. بعد كده نخش على الحلويات بتاعتنا. ده بسم الله ما شاء الله ابن الزاجل الابيض، ده ابن الذكر الزاجل الابيض بسم الله ما شاء الله. حاجه جميله كده الله اكبر. شايفين التاكيل يا جدعان؟ اللهم صل على النبي. الله اكبر الله اكبر اللهم زد وبارك. ده طبعا الكتكوت بتاعنا، ده ابن القص الزاجل زي ما احنا متعودين مع القص الزاجل ده، مسيستم مع القص الايه العطال. هما القص الزاجل بتاعنا انا ماشي بالسيستم ده معاه، يبيض هنا ويخرج، اشيل الجوز غليل من تحتيه ارفعهم فوق هنا على ما ده يكبرهم ويبقوا تمام معانا ويوصلوا للحجم المناسب وخلاص يتفطموا، يكون التاني باض يبيض ويخرج واروح حاطه تحت القص العطال ده. بس اللي اكتشفته في القص العطال اللي عندي ان هو ما بياكلش لبه، بيخشن بس. فانا ما بحطلوش الزغاليل غير لما تبقى ايه بتخشن، وفي نفس الوقت ما بحطلوش زغاليل كبيره. يعني ازاي؟ يعني مثلا ما يكونش الزغاليل كبيره وكاسه ريش زي دول وتحطوه لهم، لا هيعضوا. اوعى تغلط الغلطه دي. حطوا للزغاليل وهي لسه ما ايه زي دول مثلا. شايفين بسم الله ما شاء الله؟ دول طبعا القص اللي فيهم زغلول مفاجاه، مش الاتنين مفاجاه، واحد بس اللي مفاجاه وهنعرفها بس نتقل لما يستوي معانا. مجرد ما يظبط معانا هوريكم واقول لكم هو ده ايه الزغلول دوت ابن ايه ولا مفاجاه في ايه. ويا ريت كله يتوقع، حاسس ان ممكن الناس تتوقعها صح. عموما هو الزغلول ده، الزغلول دوت وهجيبه لكم هنا اهوت عشان يبقى واضح معانا اكتر. الزغلول ده هو المفاجاه بتاعتنا، فاللي هيتوقعها صح يبقى متابع معانا الدنيا. هي حاجه بصراحه بسطاني قوي بس ما علينا. المهم يا معلم هتاخد الزغاليل وهي في السن اللي زي ده عشان هما ما يعضهمش وتحطه لهم زي ما انتم شايفين تاكلهم اهو، مأكلين الزغلول ومقومينه الحمد لله زي الفل. عندنا بصوا هنا القص المراسله الجماعي التاني لا مقشي هنا. نكمل بقى موضوعنا. ده زغلول بلدي وده الزغلول ايه المفاجاه بتاعنا. ان شاء الله باذن الله على ما يوصل ويستوي كل فيديو هنعرضه ونشوف هيوصل لحد فين. بس انا متاكد ان هو ان شاء الله باذن الله هيطلع حاجه جميله ومستواه حلو، وباذن الله يطلع حاجه حلوه.
يا ريت كله يخش يتوقع في الكومنتات، كله يخش يتوقع في الكومنتات ويقول ان هو ده ايه، واللي يقول صح يبقى فعلا متابعني وعارف المحتوى بتاعنا بيتكلم عن ايه. هي حاجه احنا بص هوضحها لكم اكتر، حاجه زعلنا عليها الفتره اللي فاتت، وفي نفس الوقت هنفرح لما نعرف الزغلول دوت ايه ان هو طالع منها. اعتقد انا وضحت قوي، فاللي يعرف بجد هو اللي متابعنا. هنا طبعا عندنا قص الشقلباز خلاص كده، يعتبر اقل من يومين بالظبط وهيبيض ان شاء الله. وعندنا هنا الكتكوت الشقلباز ده اخوه مات، بس ربنا يبارك لنا في ده ان شاء الله ويعوضنا بيه ان شاء الله باذن الله. وعندنا هنا بقى بسم الله ما شاء الله، ده الزغلول ابن اخو الزجري اللي هناك اللي احنا لسه شايفينه تحت القص البلد، شايفين التاكيل بسم الله ما شاء الله. وده زغلول البلد ابنهم بقى، هو ده ابنهم. فانا حطيت ده عشان سنهم قريب من بعض، لان زي ما انتم شفتوا اللي هناك صغير، فانا لو حطيت له ده هياكل والتاني هيموت. وهم اصلا بيضوا تاني، بس البيضه دي اصلا ايه اتطقشت من هنا لو واخدين بالكم، مش عارف باينه ولا لا في الكاميرا بس مش هتبين. عموما هم طقشينها، يلا هسيبها لهم وخلاص مش مشكله. لو بيضوا البيضه التانيه ممكن اعمل حاجه حلوه، لو بيضوا البيضه التانيه اعمل حاجه حلوه، هاخدها واحط على القص اللي بيض البيضه الرفيعه خالص، بحيث ان هم ما يردوش على بيضه رفيعه على الفاضي. هو اللي هناك ده الذكر اللي هناك الاحمر ده النتايه بتاعته مش موجوده، فانا هحطها له ويرقد عليها ويخرجوها بالمره، يبقى اول مره يخرجوا زي ما انتم عارفين. بس فان شاء الله باذن الله هنظبط الدنيا عندهم والدنيا تبقى زي الفل. شايفين ده، شايفين بسم الله ما شاء الله، ده المراسله الجماعيه اللي بقول لكم عليه، مراته اللي ماشيه قدامه دي. اما التاني جوز اللي هي الحمراء اللي ورا الباب لا مش موجود، طاير بره. وفي فكره حلوه بقى قوي انا هعملها عايز اشاركها معاكم، قولوا لي رايكم فيها، دي اختراعاتي يعني، احدث اختراعاتي يعني زي ما بيقولوا. شايفين الحبل ده؟ تعالى يا عم بص، الحبل ده هربط بيه الملايه اللي انا حاططها دي، تمام؟ ليه؟ انا بنسى اقفل الملايه، وفي نفس الوقت لما باجي اقفلها بالليل او على المغربيه كده الحمام بيطير كله بره، فبفضل مستني لما الحمام يرجع من بره، ولما اجي ادخل من جوه ما بعرفش، فيا اما انزل من البلكونه ونط من فوق من على السور وده غلط طبعا، يا اما استنى لما الجو يعتم خالص واطلع، وفي حمام بيقوم من على البيض وحمام بيقوم من على الزغالة عشان انا داخل بالليل بقليهم، فانا مش عايز اوصل للنقطه دي. انا هعمل ايه؟ الحبل بتاعنا ده هربطه في الملايه وانا مطلعه من الخرم اللي فوق ده، وده باصص على السلم من بره. اخر اليوم لما احط للحمام اكلفهم وياكلوا ويشربوا ويطيروا وياخدوا لفتهم، اروح ساحب الملايه اقفلها واوريها لكم عملي في يوم مش النهارده عشان انا لسه هظبطها النهارده. اسحب الملايه اقفلها، وتاني يوم لما اجي مثلا اطيرهم، انا بحط لهم اكل الساعه 6 لما باجي من الشغل، انا بخلص ورديتي الساعه 4 هناك وباجي البيت هنا على الساعه 6، اخلص شغل واجي احط لهم فطارهم ونشوف ايه اللي حصل عندهم، ولو في حاجه تعبانه في حاجه محتاجه اي حاجه وكده بظبطها معاهم يعني وكده، واروح اقفل عليهم الستار بعد ما ياكلوا كلهم، بحس ان ما كنتش فيهم زغاليل بره. بصراحه انا بقفل عليهم ليه؟ لان انا عندي المدرسه جنب البيت عندي، ولما بمشي وبسيب الحمام طبعا منه بيفطر متاخر على الساعه 6 المغرب، فبيبقى الصبح بدري مثلا او على الساعه 2 كده او على الساعه 1 ميعاد الخروج العيال من المدرسه وكده، بيبقى الحمام كله مرصوص على البلكونه، يفضلوا يحدفوا عليه طوب وبتاع، كذا مره اطلع على صوت الطوب بيتخبط في البيت، في ايه؟ الاقي العيال الصغيرين بيحدفوا طوب على الحمام عايزين يوقعوا عشان يمسكوه. فانا لا، انا ليه اذي الحمام بتاعي؟ انا اروح شادد الستاره بعد ما افطر الحمام واظبط الدنيا عنده، اشد الستاره بتاعتي اقفل عليهم، وتاني يوم افتح لهم يطيروا ياخدوا لفتهم في الجو ويفطروا براحتهم واظبط دنيتي مع الحمام بتاعي. بس وهي دي كانت الفكره بتاع الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى كل اللي مش متابعنا يخش يعمل لنا متابعه، محتوى جميل وهيعجبك، وان شاء الله باذن الله باذن الله كمان مره مجرد ما ربنا يكرمني واقبض هشتري طبعا حمام جديد ان شاء الله، وهنظبط بقى الفتره اللي جايه وهنحاول نجيب سلكات وهنظبط الدنيا يعني مع الحمام. شايفين المعلم دي يا عم تحتيك ابنك، ركز معاه الاول وقومه لي بعد كده بقى فكر تبيض تاني. والمتشرد الاسود ده ابنهم اصلا معهوش نتايه، كل شويه عند طاجن حد معين، عند طاجن مثلا جوز معين عمال يعضعض فيه. شايفين النتايه روقت عليه، جدع يا بنت ابوكي جابت. بطل بقى تسول بقى، بطل تسول تعبتني. بس يا جدعان دي كانت فكره الفيديو بتاعنا النهارده، واتمنى يعجبكم، واتمنى كله يخش يعمل لي لايك عشان الفيديوهات بتاعنا تبدا تظهر تاني على اليوتيوب زي ما قلت لكم، لان اليوتيوب طبعا كمني بقى لي فتره ما بنزلش، بدا ايه يقل في ظهور الفيديوهات بتاعتي عند الناس. فطبعا لو عملتوا لي متابعه ولو عملتوا لايك على الفيديو وعملت له شير وكده هيبدا يظهر للناس تاني، والمحتوى بتاعنا يبدا يرجع تاني، وان شاء الله باذن الله نوصل 2000 متابع خلال الاسبوعين دول باذن الله. احنا وصلنا 1000 متابع خلال بالظبط حوالي 30 يوم، فده كان رقم مميز ورقم جميل بالنسبه لواحد لسه بادئ محتوى على اليوتيوب. فان شاء الله باذن الله نوصل 10000، مش هقول لكم 2000 متابع، 10000 متابع في اقل من شهر باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.